خليني احكي لك على موقف كل يوم بيحصل في كندا. حد بيبعت السي في بتاعه، بيتصلوا بيه، بيروح الانترفيو وبيرجع البيت وبيقول انا اكيد خدت الوظيفه دي. بس بعد كده محدش بيتصل بيه، مش علشان هو وحش او مش عارف يعمل الشغل كويس او مش علشان الانجليزي بتاعه وحش، لكن عشان الانترفيو الكندي هنا لعبه تانية خالص عن اللي احنا اتعلمناها وتعودنا عليها في بلادنا. والنهارده هشرح لك قواعد اللعبه دي من الاول للاخر علشان ما تروحش الانترفيو الجاي وانت مش عارف ايه اللي بيحصل هناك. في بلادنا الانترفيو ان المدير بيقعد معاك ويبص فيك وبيسألك ايه خبرتك وانت بتحكي له سيرتك الذاتية كلها. بس في كندا الموضوع مختلف تماما. الانترفيو في كندا هو امتحان منظم، في قواعد، في اسلوب محدد، لو معرفتهاش هتخسر حتى لو انت كنت احسن واحد في العمل الانترفيو دي. النهارده هنتكلم عن كل ده، هنبدأ من قبل الانترفيو ونعدي باليوم نفسه، وهنوصل لحاجات محدش بيقولك عليها بعد ما تخلص الانترفيو. قبل ما نغوص في التفاصيل حابب اقول لكم حاجة مهمة جدا. الرحلة دي محتاجة صحبة، وعلشان كده احنا عملنا جروب للتليجرام. الجروب ده مش بس للأخبار، ده بقى زي العيلة، بنتكلم فيه وبنشارك فيه كل حاجة مع بعض. لو عاوز مكان تتكلم فيه براحتك وتلاقي حد يسندك بمعلومة، الرابط هتلاقيه في الوصف. وبرضه ممكن تعمل سكان للكيو ار. أولا، قبل الانترفيو، ايه الناس الناجحة اللي بتعدي الانترفيو بتعمله؟ خليني أسألك سؤال، لما بيجي انترفيو بتعمل ايه قبلها؟ غالبا بتراجع السي في بتاعك، بتتمرن على بعض الأسئلة وبتروح. بس ده مش كفاية في كندا. الناس اللي بتنجح في الانترفيو الكندي بيعمل 5 حاجات قبل ما يروح. أول حاجة، بيدرس الشركة كويس، مش بس الموقع الإلكتروني بتاعها، لا، ده بيدور على أخبارهم، بيشوف مشاريعهم الأخيرة، بيفهم تحدياتهم. ليه؟ علشان في الانترفيو لما يسألوك ليه عاوز تشتغل عندنا، ما ينفعش تقول لهم علشان شركة كويسة أو كبيرة. لازم تقول شفت إنكم بتتوسعوا في قطاع إكس وأنا عندي خبرة في ده بالظبط. الحاجة التانية، بتدور على الناس اللي هتقابلهم. اسم المحاور دايما هتلاقيه في الإيميل اللي جالك. تخش على اللينكد إن بتاعه، دور عليه، شوف خلفيته. ده مش تجسس، ده ذكاء، علشان تعرف هو بيتكلم إزاي أو بيفكر إزاي. تالت حاجة، بتحضر أمثلة. الانترفيو الكندي مبني على حاجة اسمها ستار ميثود أو STR، وده هنتكلم عليه بالتفصيل بعد شوية. رابع حاجة، بتحضر أسئلة أنت اللي هتسألها اليوم. I have questions. في نهاية كل انترفيو في كندا بيقولوا لك عندك أسئلة لينا أو عاوز تقول لنا أي حاجة؟ اللي بيقول لأ بيخسر نقطة مهمة جدا. الحاجة الخامسة، بتتمرن بصوت عالي، مش في دماغك، بصوت عالي قدام المراية أو مع حد من أصحابك. الكلام لما بيبقى في الدماغ غير لما أنت بتقوله بصوت عالي. تاني حاجة، فخ الثقافة. الأخطاء اللي بيعملها العرب في الانترفيو وبيخليهم يفشلوا فيه. دلوقتي خلينا نتكلم عن جزء مهم جدا، وهو الفرق الثقافي. في حاجات كتير احنا اتعلمناها في بلادنا ان هي كويسة وصح، ودي حاجة صح، بس في كندا ممكن تبقى غلط. والغلطة الأولى هي التواضع زيادة عن اللزوم. في ثقافتنا التواضع فضيلة. لما حد بيسألك عن نفسك بتقوله أنا معرفش كتير عن الموضوع ده، بس أنا بتعلم كويس وسريع التعلم. دي حاجة كويسة، بس في كندا ده بيفسر إنك مش واثق من نفسك. لازم تقوله أنت إيه اللي أنت بتعرفه بكل وضوح وثقة. الغلطة التانية، تجنب التواصل البصري أو الآي كونتاكت. Maintain eye contact at all times. في بعض دولنا لازم تنزل عينك في الأرض وأنت بتتكلم مع واحد أكبر منك أو مديرك، ده دليل احترام وأدب. لكن في كندا لو أنت ما بصيتش في عين المحاور مباشرة هيفتكرك إنك مخبي حاجة وإن شخصيتك ضعيفة وغير واثق في كلامك. التواصل البصري هنا معناه إنك صريح، واثق وجاهز للشغل. الغلطة الثالثة، الكلام عن الأهل والعيلة. في بلادنا لما بيسألوك عرفنا عن نفسك، أنت بتقول لهم أنا سني كذا وعايش كذا ومتجوز وعندي عيال والكلام ده كله، وده طبيعي جدا في دولنا العربية. لكن في كندا الانترفيو بروفيشنال مش بيرسونال. الكلام عن حياتك الشخصية ممكن يكون مش مريح للمحاور. الغلطة الرابعة، المبالغة في الوعود، زي أنا هشتغل 24 ساعة، هخلي الشركة تنجح، هعمل المستحيل. في كندا ده بيبان exaggeration وبيخلي المحاور مش مصدقك. قول الحقيقة بثقة أحسن من وعود كبيرة. الغلطة الخامسة، إنك ما بتسألش. في ثقافتنا السؤال ممكن يتفسر إنه جهل، لكن في كندا السؤال بيتفسر كاهتمام وذكاء. المحاور الكندي بيفرح لما أنت بتسأله سؤال كويس. الغلطة السادسة، الكلام عن السياسة أو الدين. حتى لو المحاور فتح معاك الموضوع ابعد. في كندا دي مواضيع حساسة جدا في بيئة العمل. ثالث حاجة، الستار ميثود أو STR.
وهو ده السلاح السري اللي بيستخدمه كل واحد بينجح في الانترفيو الكندي. دلوقتي وصلنا للجزء الأهم في الفيديو كله. في كندا معظم الانترفيوهات بتستخدم اسلوب اسمه behavioral interview، يعني بيسألوك عن مواقف حصلت معاك فعلا. أسئلة زي احكي لي عن وقت اتعاملت فيه مع موقف صعب مع زميل ليك، ايه أكبر تحدي واجهته في شغلك السابق وعملت ايه، احكي لي عن وقت عملت فيه غلطة وازاي اتعاملت معاها. في طريقة واحدة بس اللي ممكن تجاوب بيها على الأسئلة دي بطريقة صح، اسمها ستار. الاس للسيتويشن، انك توصف الموقف، ايه اللي كان بيحصل، امتى وفين. التي للتاسك، ايه اللي كان مطلوب منك تعمله، ايه كان دورك. ايه للاكشن، ايه اللي انت عملته بالظبط، مش الفريق مش المدير، انت. الار للريزلتس، ايه اللي حصل بعد كده، ايه النتيجة. لو عندك ارقام دي حاجة افضل طبعا. تخيل معايا دلوقتي انت قاعد قدام المدير وسألك السؤال المشهور، احكي لي عن وقت اتعاملت فيه مع زبون صعب. لو جاوبت بشكل عام وقلت له انا دايما بتعامل مع الزبائن بشكل كويس، بحل مشاكلهم، انت كده جاوبت اجابة غلط وخسرت الفرصة. لكن المثال العملي للإجابة الصح بالستار هتبقى كالآتي. في شغلي السابق جالي زبون كان زعلان من تأخير في تسليم اوردر. ده كان وقت ضغط على الشركة كلها. انا اتكلمت معاه شخصيا وشرحت له الاسباب وعرضت عليه حل بديل. النتيجة انه فضل زبون عندنا وعمل ريكومنديشن لاصحابه. الفرق واضح جدا، الاولى كلام عام، التانية قصة حقيقية بتبين انك عملت حاجة فعلا. رابع حاجة، يوم الانترفيو. من لحظة ما بتدخل المبنى الانترفيو كده بدأ. خليني اقول لك حقيقة مهمة، الانترفيو ما بيبدأش لما بتدخل على المحاور، بيبدأ لحظة ما بتدخل المبنى. الريسبشنست اللي بيستقبلك ممكن يسألوه رأيه فيك، السكرتيرة اللي بتنادي على اسمك ممكن رأيها يفرق. خليك محترم مع الكل. اللبس، My clothes don't fit. البيزنس كاجوال هو الأأمن في معظم الشركات الكندية. مش لازم بدلة رسمية، بس حاجة تكون نظيفة مرتبة. الوقت، اوصل قبل ميعاد المقابلة ب10 دقايق، مش قبليها ب30 ثانية أو ب5 ثواني أو ب10 ثواني. اوصل بدري واقعد في العربية، اهدى وراجع كل حاجة مع نفسك. أو قهوة جنب الشركة. لحظة الدخول المقابلة ابتسم، سلم بثقة، بص في عينين المحاور اللي هيبقى معاك، بقول اسم الشخص اللي هتقابله، مثلا أهلا يا جون، أنا فلان الفلاني، سعيد بمقابلتك. في وقت الانترفيو خد وقتك في الإجابات، مش لازم ترد فورا. ثانيتين صمت مش مشكلة، دي حاجة مقبولة إنك بتفكر. لو ما فهمتش السؤال اسأل، ممكن توضح لي أكتر؟ ده مش ضعف، ده ذكاء. اتكلم عن أنا مش إحنا. المحاور عاوز يعرف أنت شخصيا عملت إيه، مش التيم بتاعك عمل إيه. ما تتكلمش بالسلب عن شغلك السابق حتى لو كان وحش. قول كنت محتاج تحدي أكبر، عاوز أكبر، عاوز أطور نفسي أكتر. لكن اوعى تقول حاجة سلبية عن أي شغل سابق. خامسا، الأسئلة اللي لازم تسألها. السلاح اللي 90% ما بيستخدموهوش من المهاجرين. في نهاية كل انترفيو كندي بيقولوا لك عندك أسئلة لينا؟ أغلب الناس بتقول لا أنا فاهم كل حاجة شكرا، وده غلطة كبيرة. الأسئلة في نهاية الانترفيو بتبين إنك مهتم بالشركة، بتبين إنك فكرت في الموضوع بجدية، وبتفرق عن كل الناس اللي بتقول لا. أحسن 5 أسئلة تسألها هي إيه أكبر تحدي الشخص اللي هياخد الوظيفة دي هيواجهه في أول 6 شهور؟ إيه اللي بيميز الموظفين الناجحين في الشركة دي؟ إزاي بتوصفوا ثقافة الشركة؟ إيه الخطوات الجاية في البروسيس بتاعكم؟ عندكم أي سؤال عن أي حاجة في السي في بتاعي؟ سادسا، بعد الانترفيو. الخطوة اللي 95% من الناس بيتجاهلوها وبتفرق جدا معاهم بعد ما بيخلصوا الانترفيو. خلصت الانترفيو طلعت وانت بتقول في نفسك ربنا يستر، بس في خطوة واحدة مهمة جدا ومحدش بيعملها، ثانك يو ايميل. في نفس اليوم بعد الانترفيو بساعة أو 2 ابعت ايميل قصير للمحاور، مش رسالة طويلة، 3 سطور بس، اشكره فيها. قول له شكرا جدا على وقتك النهارده، استمتعت جدا بالحديث معاك في الموضوع اللي انت اتكلمت فيه، وانا متحمس جدا لفرصة الانضمام لفريقكم. ليه ده مهم؟ لان 95% من المتقدمين ما بيعملوش ده. يعني لو انت عملته انت فورا بقيت في اعلى الليسته، لانك بتوريهم ان انت مهتم فعلا بالوظيفه دي. وبعد كده لو قال لك هنرد عليك في خلال اسبوع واسبوع عدى وما ردوش، ابعت فولو اب ايميل، جمله واحده بس. اتمنى ان كل حاجه تمام، بس حبيت اتاكد ان ما فاتنيش اي ابديتس عن الوظيفه. ده مش الحاح، ده اهتمام، والفرق كبير. خليني اقول لك حاجه بصراحه كامله، الانترفيو الكندي مش اصعب من الانترفيو في بلادنا، هو بس مختلف.
وانت لما بتتعلم الاختلاف ده بيبقى عندك مميزة ضخمة عن ناس كتير. حتى الكنديين ما بيستعدوش كويس للانترفيو، وعشان كده في منهم كتير بيقعوا. كل واحد فينا جه لكندا بعد تعب وتضحيات كبيرة، واول انترفيو ناجح ممكن يغير كل حاجة. مش هتنجح في كل انترفيو، ده مش ممكن، بس كل انترفيو هيعلمك حاجة جديدة. المهم انك تتعلم وتتحسن كل مرة، ومع الوقت الباب هيتفتح، لانه دايما بيتفتح للي بيدق عليه بذكاء. دلوقتي عاوزك تعمل حاجة واحدة بس، اكتب لي في التعليقات اصعب سؤال اتسألته في الانترفيو وايه كان ردك. انا بقرا كل الاجابات وهرد عليها بالاجابة المثالية اللي كان المفروض تقولها. ولو في حد صاحبك عنده انترفيو قريب شارك مع الفيديو ده، ممكن يكون بيتغير مسار حياته. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي انا لسه مكمل. لايف ان كندا ارضي قصتي للافضل.